كيف الأحوال؟ كيف الأخبار؟ البارح راني حكيت لكم على الرجيم اللي قاعدة نتبعه حاليا، اللي خلاني نفقد أو نخسر كيلوين في أقل من أسبوع. وهذا الشيء من شاركت معكم بنات كثير تحمسوا على هذا الموضوع، فحبيت نحكيكم على التفاصيل أكثر وش هما الهاكس أو الأسرار اللي قاعدة نعملهم حاليا اللي خلوني نوصل لهذه المرحلة. الرجيم اللي قاعدة نتبعه حاليا اللي هو الصيام المتقطع. نعم، لا كيتو دايت لا ولا رجيم ثاني، مش حارمة نفسي من ولا شيء، ناكل كل شيء ولكن بطرق اللي راح نحكي لكم عليها وعلى تفاصيلها أكثر. أول شيء أنا قبل ما نبدأ الرجيم كنت شفت وقريت على أنواع الدايت، ومنهم اللي معروفين هو الكيتو دايت. الكيتو دايت وش هو النظام تاعو؟ الكيتو دايت إنه يتبع الرجيم على البروتينات، يعني الاعتماد الكل يكون على البروتينات أكثر شيء، ونتفادى السكريات والنشويات وكثير من الفواكه وكثير من الخضر. وشفت تجارب ناس جربت الكيتو دايت تقول إنه أثر عليها نوعا ما على صحتها. كملت رحلة البحث والتقيت بالصيام المتقطع. شفت أن الصيام المتقطع يناسبني جدا. اسمعي، أنا أول شيء مش خبيرة تغذية، ولكن على حسب معلوماتي والأشياء اللي بحثت عليها ولقيتها، الصيام المتقطع هو أنك تاكل وجبتين في اليوم والباقي تصومه، ولكن مسموح لك أنك تشرب الماء، الشاي، القهوة، كل ما هو سائل ولكن بدون سكر. الماء على قد ما تقدر، لترين لتر ونص في اليوم كافيين. أول وجبة في النهار تكون على الساعة 1، نعم الساعة 1 الظهر. بعدها أنا نصوم 8 ساعات الصراحة، تعشى بالساعة 8، أوكي، وبعدها ما ناكلش حتى لليوم اللي بعده اللي هو على الساعة 1. وبين هذا هلا حبيبتي، اليوم شوفوني لابسه حجاب شرعي، ان شاء الله يا ربي يكتب لنا نلبس الحجاب الشرعي يوما ما. الخياطه اللي ديت من عندها هذه الحجابات الشرعيه هي نفسها اللي خيط عندها فستاني تاع العقد. نعم سيدتي سادتي، هذه الخياطه هي الوحيده اللي نتعامل معها وتهبل عندها حجابات شرعيه بكل الالوان. هاي لاباج تاعها حتى تطلبوا من عندها. اللي انا صايمتها نشرب سوائل، انا ما نشربش القهوه والشاي، ففقط نكتفي بالمياه، ومرات نعمل عصاير طبيعية، مثلا نعصر البرتقال ونشربه بدون سكر. هذا الفترة اللي تكون ما بين الساعة 8 للساعة 1 لليوم اللي بعده، هذه تكون متكونة من 16 ساعة صيام تقريبا. في ناس يصوموا 18 على حسب قدرة، ولكن على حسب قدرة الإنسان، ولكن هو الطبيعي أنك تصوم 16 ساعة. أصلا 8 ساعات تروح منها كلها نوم، 9 ساعات والباقي صايم. نعاود ونكرر، مش مسموح لك تاكل ولا شيء في ساعات الصيام، فقط الماء والشاي أو القهوة. مثلا ما تقولش لنفسك خلينا ناخذ سناك خفيف، نو، ممنوع. وأصلا أكل الليل 8 ممنوع. لماذا؟ لأن هو المسبب للسمنة، خاصة أكل الليل. هو عدوك يا بنات يا شباب. لماذا؟ لأن يكون الجسم قليل الحركة، فهذا يخلي الحرق يكون قليل جدا. ننتقلوا حاليا للأكل. إيش راح تاكلوا؟ أول شيء الفطور الصباحي راح يكون بيضتين، برتقالة، حبة خيار وحبة طماطش أو طماطم. تريدون كاسة شاي ولكن بدون سكر. بعدها تبقاو تشربوا في السوائل لغاية الساعة 8 أو 7 على حسب قدرة، يعني تقدروا تصوموا من 7 سوايع ل 8 سوايع. تتعشوا تمام. الأكل راح يكون خالي من الدهون، تطبخوا، تفادوا الزيت، بدل الزيت استعملوا زيت الزيتون، استعملوا الخضروات عادي، اكلوا خضر على قد ما تقدروا. نفور الأكل، يعني ما نحطوش في الماء حتى ما يروحلوش فوائده. انا بالنسبه لي عادي ناكل اكل مفور، خضر مفوره، حتى اللحم او الدجاج نغليه فقط وناكله بدون توابل بدون شيء، نحط له فقط الملح، الفلفل الأسود والملح. أنا مش حارمة نفسي، نعمل أطباق ولكن أطباق بطريقة جميلة من دول مختلفة، مش شرط مثلا جزائرية أو عراقية. حتى حسين متابع معايا هذا الرجيم، حتى هو يريد أنه يخفف وزن، لأنه حتى هو سمان كثير بعد الزواج، خاصة بعد ما رحنا للعراق كسبنا وزن جدا كبير، لأن كنا ناكله أكل دسم. ما شاء الله في العراق عندكم الأكل جدا دسم، ما شاء الله ما شاء الله. ثاني شيء أوكي،
الخبز منعوه، ما به فايدة، والله ما به فايدة. بس من قلت لكم انه تقدروا تاكلوا النشويات او مثلا المعكرونة، الارز، هذه الامور تقدروا تاكلوا، ولكن ما تتجاوزوش 5 ملعق. نعم، ما تاكلوش بكميات كبيرة. ايضا الرياضة مهمة. الرياضة كيف راح تكون؟ في بنات او في نساء ما يقدروش يخرجوا من البيت، انه مش متوفرة عندهم هذيك الحرية انهم يخرجوا ويتمشوا او يعملوا رياضة في الجيم. يعني مش كل الناس عندها هذه الحرية، لكن بما انه عندك تليفون وقاعدة تتفرجي فيها حاليا، يعني عندك انترنت وعندك يوتيوب، فتفتحي على اليوتيوب وتعملي حركات في المنزل وتعملي الرياضة تاعك في المنزل وما تقولي ليش العكس انه لا في المنزل مش راح نستفاد. لا، راح تستفادي. نقطة مهمة للناس اللي عندهم الحرية انهم يقدروا يخرجوا، عندكم ساعة أو نص ساعة الصباح وساعة العشية، يعني مرتين في اليوم، ساعة ونص في اليوم لازم تخرجوا تمشوا حتى تحرقوا الدهون وحتى يعني الحركة للجسم. أنا بعد ما نمشي نرجع نعمل الحركات، نفتح اليوتيوب ونعمل الحركات اللي مثلا تكون أنا نريد نحرق بطني والحمد لله بطني جاي تنزل. اللي متابعيني يعرفوا أن بطني جدا جدا كسبت وزن فيها، والسبب كان بالبداية أنه كنت نشرب كولا كثير وأنا عندي القولون، فالقولون انتفخ بزاف، وهذا الشيء سبب لي انتفاخ في البطن. أصلا بدون القولون الكولا أو المشروبات الغازية راح تنفخ الكرش. مع الوقت راح تتعودوا صراحة، يعني أنا في البداية استصعبت هذا الأمر، وبعدها مع الوقت بديت نتعود وتعود جسمي أنه ما ياكلش كمية. مثلا أنا صار لي شحال ساعة راهي، مثلا حاليا الساعة 4:30 أنا كليت بالوحدة حاليا، مش حاسة روحي أنه استوني أكلت، مش عندي يمكن 3 ساعات أو 3 ساعات ونص من اللي أكلت. يا بنات ويا شباب، الأمر في البداية صعب، ولكن مع الوقت يصير أسهل وشهيتكم تنسد مع الوقت. ما تعملوا عمليات، معادلة بسيطة، أنت المتحكم مش جسمك أو عقلك هو المتحكم بك. ويس يلا إن شاء الله كلنا يكون عندنا الجسم المثالي. باي. أنا طول الوقت متخانقة أنا وحسين على هاي الساعة. يا أخي حسين، الساعة ليش جاي تاخذ لي إياها؟ ما أصير ألبسها أنا وياك من نكون طالعين، بس أنت تاخذها. بنات هاي الساعة مخبلة عليها هو. تجيب 2، انت فوق جبت واحدة.